ويا حيلا فيكم من جديد من مطبخ رولا ووصفة جديدة. بعتذر تأخرت عليكم شوي، بس عن جد الفيديوهات كثير عم بيعذبوني لحتى زبطهم، بتمنى منكم تعذروني. يا جماعة وصفتي اليوم كثير سهلة وكثير بسيطة، وعلى قد سهولتها على قد ما هي فوائدها كبيرة، وعن جد لازم ضروري كل أسبوع على القليلة نعمل هالأكلة، وخصوصا هلأ جايين على رمضان. إن شاء الله يا رب رمضان كريم على الجميع. لازم الشوربة تكون شيء أساسي على الإفطار. ومنقول بسم الله. بالبداية عندي هون بصلي وسط مقطعة جوانح مثل ما شايفين، أضفت عليها شي 3 ملاعق أو حتى 4 ملاعق كمان بيكون أحلى من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيعطيها نكهة كثير طيبة وفوائد كمان أكثر. قلبت البصلة لحتى تذبلت شوي، بعدين أضفت عليها 3 حصوص من الثوم مقطعين بهالطريقة، وحركت الثوم والبصل مع بعضهم لحتى طلعت ريحتهم. بعدين أضفت عليهم ملعقة كبيرة من الكمون الحب، كمان حركت الكمون الحب مع البصل والثوم لحتى شميت ريحتهم طلعت. يا جماعة الكمون الحب بيعطيها كمان نكهة كتير طيبة وبيمنع النفخة. بعدين هون أضفت عليها كوب من العدس المغسل مع ملعقتين كبار من الرز، غسلتهم كتير منيح وأضفتهم على البصل والزيت وقلبتهم كتير منيح مع بعضهم. بعدين أضفت عليهم المي وحركتهم مع بعضهم بهالشكل. بعدين أضفت عليهم ملعقتين صغار من الملح، ورشي كمان من الكمون الناعم، ورشي من الفلفل الأسود، وأضفت لهم ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم. الزنجبيل بيعطيها فائدة أكثر وكمان بيعطيها نكهة كتير طيبة، بس ملعقة صغيرة ما بدنا نكثر. وملعقة صغيرة من الثوم البودرة، وحركتهم كثير منيح مع بعضهم وخليتهم لحتى يستووا. بهالأثناء قطعت خبز عربي بهالطريقة مثل ما شايفين. طبعا الخبز كثير طيب مع الخبز المحمص، تقدروا انتوا تقلوهم بالزيت. انا حمصتهم بالقلاية الهوائية، اضفت عليهم تقريبا شي ملعقتين او حتى ملعقة، ما في مشكلة، ملعقة زيت زيتون، وخلطتهم كثير منيح مع بعضهم وحمصتهم بالقلاية الهوائية. هون عندي بس استوى العدس. الاضافة اللي اعطته النكهة كثير طيبة هي التمر الهندي. 3 ملاعق كبار من التمر الهندي حليتهم بكوب من المي واضفتهم على العدس، وبعدين كمان اضفت لهم رجعت كوب من المي لانه حسيتهم شدوا شوي معي. بعدين بس استووا عندي تماما خلطتهم بالهاند بلندر. تقدروا كمان تخلطوهم على الخلاط، ما في مشكلة. وفي ناس بعد ما يخلطوهم بيصفوهم، بس عادي نحن ما عندنا مشكلة اذا كان في قشر العدس ما عندنا مشكلة. بعدين رجعت كمان هون اضفت لهم كوب من المي لانه اشتدوا شوي، وخلص هيك صار قوامهم. وقدمتهم بهالطريقة مع هيك بصل أخضر، رشة بقدونس ناعم، مع عصرة ليمون، مع هالخبز المحمص. يا جماعة عن جد أكلي كثير كثير طيبة وكثير مغذية. بتمنى عن جد إنكم تجربوها على هالطريقة، وإن شاء الله إنها رح تعجبكم، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وما بدي أذكركم إنه دعمكم يا جماعة هو أساس نجاحي. وإن شاء الله بشوفكن بفيديو جديد، ورمضان كريم على الجميع يا رب، وباي باي.